في مكان ما ليس ببعيد عنا هناك قلب يتوقف كل يوم على حافة الانتظار، ينتظر أن يكتب له أن ينبض من جديد. هناك إنسان لا يطلب شيء، فقط أن تمنح له فرصة أخرى للحياة. قرار واحد قد يتخذه إنسان آخر في لحظة صدق إنساني خالص. موضوع هذه الحلقة يغوص في عالم حساس وملموس في حياتنا اليومية. في المغرب لا تزال ثقافة التبرع بالأعضاء عالقة بين صمت ثقيل وأسئلة مؤجلة، بين مخاوف متوارثة وأمل لا يموت. فكم من حياة تؤجل لأن قراراً لم يتخذ، وكم من قلب كان يمكن أن ينبض لو انتصر الوعي على التردد. السيد ياسين العرمي شهادة حية لمريض قصور كلوي، وهو رئيس لجمعية الرحمة لمرضى القصور الكلوي بمدينة فاس. سي ياسين، أهلا وسهلا بك معنا، وشكرا على تلبية الدعوة. نحن سعداء أنك تكون معنا اليوم. ياسين، نبغيك تقربنا أكثر من الحياة اليومية اللي كيعيشها مريض القصور الكلوي. بمعنى آخر، شنو كيعني أنك تكون مرتبط بجهاز غسل الكليات؟ آه، الحياة اليومية ليا ولا ال40 ألف واحد كيدير دايز في المغرب، فكتكون فحنا نهضرو بواحد التعريف شوية قاصر، هو أننا دائما كنقولو بأنهم هما قصور كريمي ولا الناس اللي كيديرو دايز وهما مقابر تتمشى، والمقابر هي كتمشى، حيت علميا مكاينش واحد الحاجة ممكن ديرها. انت كدير دايز باش أنك تعيش. دابا نقدروا اننا نتخيلوا، انا مثلا اليوم انا ما درت لها الحصه، اليوم انا ما درتش ديالي غدا نديرها، غدا غنمشي ندير الحصه باش نقدر نصفي السموم والديشي اللي كانوا اليوم، وكذلك باش اننا نقدر نعيش واحد النهار اخر. عندنا 3 الحصص في السيمانه كنديرو اننا باش نمشي نعيشو، هذا ما كيتسميش علاج، كيتسمى اننا غير باش اننا كنبقاو عايشين كنبقاو على بقية الحياه. لأن العلاج هو اللي غيهنيك من القصور الكلوي، لان الزراعه هي اللي كتهني، هو الحل، هو الحل الاخر. لكن الدياليز بالنسبه لي انا ماشي هو علاج. غادي نتكلموا على 4 ديال الساعات ديال الحصه، حنا كنتكلموا على نهار 3 ايام في السيمانه، كنا كتمشي لعندها 4 السوايع وانت في الحصه. الاثار الجانبيه اللي كتكون في الحصه كالعيا، السخفه، كاين الناس اللي عندهم السكري، وكاين الناس اللي عندهم امراض اخرى، امراض ديال القلب، لانهم كل مثلا امراض القلب كتكون ناتجه على الدياليز، لان 4 السوايع ديال الدياليز الدم كيخرج يدخل بواحد القوه، فاغلبيه ديال المرضى فاش ما كيكونش الدياليز بواحد الجوده مزيانه فاش كيهبطوا بامراض القلب. فاش كنتكلم على 4 السوايع واثار جانبيه اللي تكلمت عليها، ممكن يبقى الطونسيون، ممكن يبقى السكر، ممكن يطلع السكر، ممكن يبقى مجموعه ديال الاختلالات. فاش كتخرج من الحصه كاين عاوتاني حاجه اخرى، كيكون العيا، حرق الراس، كيكون اثار جانبيه، كل واحد كيفاش كتختلف عنده هاد الاثار الجانبيه. فخصو نهار باش يقدر انه يرتاح، الغدا خصو يلاه كيحاول يرتاح من الحصه، خصو يدخل عاوتاني من هاد الحصه. غادي نتكلموا على الحالات اللي كيكون عندهم مجموعه ديال الامراض، كيكون واحد العدد اكثر من المريض اللي اصلا هو عنده السكري، ماشي هو المريض اللي ما عندوش السكري، اللي كتكون عنده متابعه خاصه، كيكون عنده اثار جانبيه. غادي نتكلموا على الحياه اليوميه. ف مريض القصور الكلوي كيقدر يعيش في المده والامر بيد الله، لكن هذا الوقت هذا اللي كيقدر يعيشوا، فمثلا الوليدات اللي كيكونوا صغار كيكونوا كيقراو فين كيقدروش انهم يكملوا الدراسه ديالهم بشكل عادي، كيشيطا ولا الدراسه اللي كيكون خصوصا على المستوى العالي في الكليات ولا في المعاهد، كتبقى في بالنسبه ليه. فاغلبيه ديال المرضى فما كيكملوش حياتهم بشكل عادي. إذا نفهموا أن المرض علاج وغسيل الكلى براسو هو أن المرض تحدي، وغسيل الكلى براسو تحدي، ما يخليك هو مسرطين بجوج، لان اصلا ما كاينش حل اخر، هو الدياليز، لانه
القصور الكلوي في الدياليز. الحل النهائي هو الزراعة ديال الكياف. إذن الحل النهائي كما قال ياسين هو الزراعة ديال التومة. ياسين، قبل البداية ديال البرنامج وفي الحديث معك في الكواليس، شرتي لي أنه عندك قصة مع التبرع ومع زراعة الأعضاء ربما على الأم ديالك. واش ممكن تلخصها لنا بشكل موجز وتعطينا لمحة فين كنتي التحدي يا ياسين؟ آه، بخصوص أنا كنت في المرحلة ديال القصور الكلوي جزئي. فاش كتكون في المرحلة ديال القصور الكلوي جزئي، المرحلة الأولى الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، المناسبة الخامسة هي الدياليز. فكتكون عارف راسك أنك غادي توصل للدياليز، ولكن كيكونوا أطباء كيحاولوا يأخروا ما يمكن أنك توصل بسرعة. فكانت ديك الساعة كنتذكر 2012 كانت العائلة ديالي مشوا مع الأطباء وقالوا لهم شنو الحل اللي ممكن يدار، خصوصا ديك الساعة كانوا العمليات ديال الزراعة بداو كيبانوا. فقالوا لهم راه ممكن أنه يدير الزراعة. قالوا له وحنا بغينا دابا قبل ما نوصل للدياليز. فقالوا لهم الأطباء ممكن. فبدات الوالدة والوالد بجوج داروا التحاليل، بداو كيوجدوا في التحاليل، لقاو أن بجوج بهم ممكن أنهم يعطوني. الوالدة بدات كتوجد الملف، بدينا كنوجدوا الملف بشكل مزيان على أساس أننا غادي نديرو العملية ديال الزراعة في شهر 12 2012. هو شكو في واحد التحليل ديال السكر. ديك التحليل السكر كتبان بأن عندها 1.0.8. المهم كتبان مزيانة، لكن هما شكو بقاو كيديرو مجموعة ديال التحاليل باش يتأكدوا أنها ما تقدر ما يكونش واحد الضرر الأم ديالي. فمن بعد ما دارو مجموعة ديال التحاليل تأكدوا أنها لا يقدر يجيها السكر مستقبلا. وفعلا في هاد واحد 3 سنين ولا 4 سنين بدا كيجيها، ما كتاخدش دابا الدواء ولكن كيجيها. داك الوقت قالوا لا ما يمكنش أنك تعطى. إذا هنا كنأكدوا على الحماية القانونية ديال في المسألة ديال الوالد كذلك، في المسألة ديال الوالد دارو مجموعة ديال التحاليل لقاو أنه يحصل في كلاوي. بعد اللي حصل في كلاوي ممكن أنه يتكون له شي حجر، ممكن أنه صافي إلا ما بقاش صافي. هذه مسألة أخرى. من بعد غادي يتأكدوا في السنين الأخيرة، غنتأكدوا أن الخطوة اللي عطاتني الوالدة ما كانش غادي تنجح. علاش؟ لأن حنا شك بأنه ممكن يكون مرض جيني، وخصوصا حنا عندنا الزواج العائلة، الوالد والوالدة مزوجين من نفس العائلة وعندهم نفس الفصيلة ديال الدم، عندهم او بلس او نيجاتيف. تحضر معنا الأستاذة لمياء محوت، منسقة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس. الأستاذة لمياء، مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. هذه الالتفاتة الجميلة، فأنتم من تنقلون الصورة وتنشرون الوعي الجماعي، وخاصة في موضوع الذي يتطلب تضافر العديد من الجهود من أجل نشر ثقافة الوعي بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. شكرا جزيلا أستاذة لمياء، مرحبا بك معنا. إذن بداية أستاذة لمياء، ولتقريب المشاهد من موضوع الحلقة، كيف يمكن تبسيط مفهوم التبرع بالأعضاء وتقريب الصورة للمشاهد بعيدا عن اللبس والمخاوف الشائعة؟ نعم، فأولا ما هو التبرع ولماذا هذا التبرع؟ فلا يمكن أن نتحدث عن التبرع قبل أن نتحدث عن المونك أو الهدف من هذا التبرع. لماذا؟ فهنا بالنسبة للمتبرع الحي في المغرب راه محصور في إطار العائلة، فما يمكنش يكون تبرع بالنسبة من شخص حي لواحد شخص آخر إلا في إطار العائلة، والقانون كيحدد هاد الضوابط هذه. بالنسبة للمتبرع الميت فهنا يشترط أن هذاك المتبرع الميت يكون في حالة موت دماغي، بمعنى أن كاينة وفاة دماغية، ولكن في نفس الوقت كاينة مازال وظيفة القلب اللي مازال كيضخ الدم ديالو في بعض الأعضاء الحيوية في انتظار أن يكون التبرع ويقوم باستئصال هذاك العضو اللي تبرع به عائلة الشخص. باش نبقاو في نفس الإطار، هضرتي لنا على الموت الدماغي. شكون اللي كيشخص الموت الدماغي وكيفاش كنشخصوه؟ فهنا ايضا كنحيلك على الشق القانوني ديال الموت الدماغي. فهنا كاينين ضوابط طبيه وقانونيه اللي كتشخص الموت الدماغي. شنو هو الموت الدماغي؟ هو التلف الذي لا رجعه فيه في وظيفه الدماغ، يعني سي لا مور سيريبرال ايريفرسيبل، ما يمكنش ان هذاك الشخص غادي ينوض من هذاك لو كوما
هو العكس ديال الموت الغيبوبه، ماشي غيبوبه ولكن موت دماغي. فهاد الموت الدماغي كيأكدوه جوج الاطباء اللي هما متمدرسين في هذا المجال هذا، وغالبا كيكونوا اطباء الانعاش والتخدير، وكيقوموا بالعديد من الفحوصات السريريه والشبه السريريه. والقانون حط ضوابط على اساس انه يا اما كيكون تخطيط ديال الدماغ EEG، تخطيط الدماغ كيكون 2 EEG كي سون بلا اللي ما فيهمش ما كاينه حتى شي حركه في كهربائيه في الدماغ، او لا واحد التصوير مقطعي الاوعيه الدمويه ديال الدماغ. وهذا هو لو بلو فيابل. علاش؟ حيت انه كيبين ان الدم ما بقاش كيوصل للدماغ، فهذا كنتاكدوا بواحد الصفه قطعيه ان راه كاينه حاله موت دماغيه. اضافه الى كاينين واحد العلامات السريريه اللي كتظهر على المريض اللي كيكون شافهم قبل طبيب ديال الانعاش. وهنا كيتم تحرير واحد المحضر ديال الموت الدماغي كيسنيوه جوج ديال الاطباء اللي ما كينتميوش للعمليات، ما غاديش يكونوا في عمليه الاخذ او الزرع ديال هذاك العضو، اللي كيكونوا مستقلين. فهما كيأكدوا هذاك الموت الدماغي في واحد المحضر قانوني ووفق ضوابط خاصه. طيب أستاذة، إذا دخلنا الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، وكاين القانون 1698. نعم 1698. بغيت نسولك أستاذة، فين حنا في القانون المنظم لهذه العملية هذه؟ فين هو المغرب؟ هل متقدم متأخر؟ كيفاش دايره النصوص القانونيه الحاليه، التشريعات؟ واش الترسانه القانونيه واضحه ومزيانه وكافيه انها تحمي المتبرع وتحمي المتلقي؟ تحدثتي على ان مثلا الاطباء خص يكونوا ماشي هما اللي في عمليه الزرع ونقل الاعضاء. قربينا من هذه الصوره اكثر. إذا الترسانة القانونية المغربية هي واحد الترسانة غنية، بالعكس هي جا المشرع المغربي ودار واحد الضوابط وواحد الحماية خاصة للمتبرع ولا المتلقي. فبالنسبة للمتبرع كانت واحد الحماية خاصة ليه، كما تم منع التبرع بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش الأهلية أو مثلا القاصر ما عندوش سن قانوني. فهنا كان حتى اجل قريب كان يمنع التبرع بالنسبه للقاصر، الا كانت اون ديروغاسيون في واحد القانون انه في حاله التبرع بالخلايا الجذعيه، وضع هاد ليكسيبسيون هذه كانت بالنسبه للقاصر. وفي اطار العائله ان هذاك الطفل هذا كيقدر انه يتبرع للاخ ديالو ووفق شروط معينه، يعني اننا نكونوا نشرحوا له شنو هي هذيك التبرع وشنو الهدف منه، ويكون في واحد السن اللي يقدر انه يوعى بهذاك التوضيحات اللي كيعطيها له الطبيب. فهذه الحاله الوحيده اللي كيتم فيها التبرع من القاصر. بالنسبه للمتبرع الحي طبعا. اما بالنسبه للمتبرع الميت فتا هو كانوا دي غاردو فو، كاينين قوانين اللي كيحميو هذا المتبرع الميت، بدليل ان الشخص الا مشى وتبرع قيد الحياه ديالو وسجل التبرع ديالو في احدى المحاكم المملكه وكان متبرع، ففي حاله الوفاه دائما كنرجعوا للراي الاخير ديال العائله. رغم ان المتبرع مشى ودلع على الرغبه ديالو انه باغي يتبرع بالاعضاء ديالو، للاسف نعم مازال كنرجعوا للعائله. وفي بعض الحالات كيكون قرار العائله مخالف لقرار الشخص المتوفى ويؤخذ به قانونيا، ونحن ملزمين باننا ناخذ به. فهذه كانوا بزاف ديال الطلبات من طرف الناس اللي في الميدان من اجل اننا نبدلوا ولو غير هاد الماده هذه. فما يمكنش ان تكون قرار العائله يكون ضد مخالف لوصيه الميت. طيب أستاذة، ذكرتي لنا أنه للأسف لائحة الانتظار تطول والعزوف كاين، يعني حقيقة ما يمكنش نغطيوها. كاين عزوف كبير ديال المغاربة لا التبرع بالأعضاء ديالهم سواء أحياء أم أموات. علاش أستاذ؟ فين كاين المشكل؟ فين كاين الخلل؟ واش مشكل في الوعي؟ علاش مازال عندنا هاد الافكار المغلوطه على التبرع بالاعضاء؟ مغلوطه ولا ربما نقدروا نقولوا مشروعه الا كان الانسان كيخاف على نفسه هذا وما كانش عنده وعي. علاش انا غادي نمشي نتبرع لواحد الشخص ربما ما كنعرفوش
ونعطي الاعضاء ديالي. فين كاين المشكله استاذه؟ حسب التجربه المتواضعه ديالي كملصقه زراعه الاعضاء، فبين المهام اللي كنقوم بها هو انني كنستقبل العائله بعد، خاصه في حاله الموت الدماغي. اذا بعد ما كيأكدوا لهم الاطباء الوفاه الدماغيه كيكون عندي لقاء مع العائله باش نشوف الراي ديالهم واش غادي يكون التبرع او لا. فمن بين شنقول لك العائلات اللي كنا شفنا كيكون اولا كاين تخوف من ناحيه ديال الوازع الديني. بزاف الناس كيقولوا واش حلال واش حرام. دونك هنا كاين واحد نقص في جانب التوعيه بالجانب الديني، على اساس ان التبرع بالاعضاء راه صدقه جاريه وتم البث فيه من سنه 1986 من طرف مجمع الفقه الاسلامي، على اساس انه صدقه جاريه بالنسبه لهذاك المتبرع. ودليل اخر انه لا ينافي الشريعه الاسلاميه هو انه صادر فيه قانون مغربي. وكما كتعرفوا ان مصادر التشريع في المغرب راه هي الشريعه الاسلاميه، فهي اول مصدر للتشريع في المغرب. كاين السبب الثاني كيكون عدم الثقه في المنظومه الصحيه ككل. كيقول لك انا غادي نتبرع بالعضو ديال القريب ديالي، ولكن شكون اللي ضمن لي ما يكونش التجار او البيع والشراء في هذه الاعضاء هذه؟ فهنا ما يمكنش يكون البيع والشراء، لان كاين ضوابط قانونيه وصعيبه، فلا يتم لا اخذ العضو او لا زرعه الا بموافقه السلطات القضائيه المعنيه. هنا كيتم تدخل النيابه العامه ورئاسه المحكمه الابتدائيه في اي مرحله من مراحل التبرع ولا مراحل الزرع. فهنا ضروري كيكون قوانين زجريه وكاين خاصه في المقابل. نعم كاين قوانين زجريه اللي هي كبيره. كاين واحد الباب الرابع في القانون 1690 اللي كيحدد هذه القوانين الزجريه واللي كيمنع التجار او التلاعب بالاعضاء والانسجه البشريه. اذا نفهموا انه ما عندناش قصور فيما يخص القانون الوضعي والتشريعات القانونيه، الحمد لله كاين نصوص. السؤال هو واش في التطبيق والاجراء ديال هذه القوانين واش كاينين تحديات او ان الامور ميسره فيما يخص التبرع بالاعضاء، فيما يخص حمايه المتبرع، فيما يخص القوانين الزجريه والضرب بيد من حديد على كل ربما من سيحاول او يحاول استغلال هذا الموضوع للتجاره بالاعضاء او غيره. نعم، فالحمد لله هنا في المغرب بعاد كل البعد على التجاره في الاعضاء او تكون شي سلوكيات اللي هي منافيه للقانون او للاخلاقيات. فاولا احنا هنا في المغرب بالنسبه للمتبرع ديال الكليه ما كتمشيش لاي متبرع. راه كاين واحد الضوابط اللي هي طبيه وقانونيه. كاينه واحد لائحه الانتظار اللي هي وطنيه اللي كتشرف عليها وزاره الصحه، وفي مثلا في واحد المركز يتم التبرع بالكليتين كاين واحد المتبرع محتمل، فكليه كتبقى في هذاك المركز والكليه الثانيه كيشوفوا الساده الاطباء الكلي كيشوفوا التوافق ديال شي واحد في هذاك لائحه الانتظار، كيشوفوا التوافق ديال هذاك لو تيباج اشيلا، توافق الانسجه ما بين المتلقي والمتبرع.